السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ خالد أبو أنس، بمناسبة اللقاء الطيب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حبيبي السلام وأخوي الشيخ محمود، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بحق هذا المكان الطاهر وبحق الكعبة المشرفة وبحق البيت المعمور أن يغفر لي ذنوبي أنا وأنت وكل من سمع هذا المنشور. النبي صلى الله عليه وسلم بينما جالسا مع أصحابه الصحبة الصالحة، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. آمين. بينما النبي جالسا مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر، فقال النبي ممازحا لأبو بكر، قال يا أبا بكر ماذا تحب من الدنيا؟ قال أحب ثلاثا يا رسول الله: النظر إليك، والجلوس بين يديك، وإنفاق مالي عليك. وأنت يا عمر؟ قال أحب ثلاثا يا رسول الله: أحب قول الحق ولو كان مرا، وأمرا بمعروف ولو كان جهرا، ونهيا عن منكر ولو كان سرا. وأنت يا عثمان؟ قال أحب ثلاثا يا رسول الله: أحب إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ قال علي رضي الله عنه: أحب ثلاثا يا رسول الله: إكرام الضيف، والصيام في الصيف، وضرب العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أحب ثلاثا يا رسول الله: أحب الجوع، وأحب المرض، وأحب الموت. قال لماذا تحب الجوع يا أبا ذر؟ قال أحب الجوع ليرق به قلبي، وأحب المرض ليغفر به ذنبي، وأحب الموت لألقى به ربي. فبينما هم جالسون والنبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم، فجاء سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال جبريل عليه السلام: أحب من دنياكم ثلاثا. ماذا تحب يا جبريل؟ قال: أحب ثلاثا: تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين. ثم انصرف سيدنا جبريل، ثم رجع مرة أخرى وقال: يا رسول الله، السلام يقرئكم السلام. من هو السلام؟ هو الله جل جلاله. النبي كان يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فوحدوا السلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سيدنا جبريل: الله تبارك وتعالى يقولكم السلام ويقول لكم: أحب من دنياكم ثلاثا: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا اسمع، وجسدا على البلاء صابرا. فيا من رزقت، فيا من حرمت الولد، ويا من ابتلاك الله بالمرض، اصبر، الله تبارك وتعالى سوف يعوضك خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كل من نشر هذا المنشور وسعى في نشره أن يرزقه الجنة الفردوس الأعلى بجوار النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر ونحن أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شاركها لينتفع بها غيرك.